ومن كل شيء خلقنا زوجين صنفين ونوعين مختلفين كالسماء والأرض والشمس والقمر والليل والنهار والبر والبحر والسهل والجبل والشتاء والصيف والجن والإنس والذكر والأنثى والنور والظلمة والإيمان والكفر والسعادة والشقاوة والجنة والنار والحق والباطل والحلو والمر والدنيا والآخرة والموت والحياة والجامد والنامي والمتحرك والساكن والحر والبرد وغير ذلك. الله أكبر. هذا كله من معنى قول ربنا جل في علاه ومن كل شيء خلقنا زوجين. من كل شيء خلقنا زوجين. نعم. لعلكم تذكرون أي لتعلموا أن الخالق واحد فرد لا شريك له. انتهى ابن كثير والبغوي. إذن هذا الخلق الذي ذكر هنا في هذه الآية من كل شيء خلقنا زوجين، هذا الخلق العظيم من كل شيء زوجين مدعاة للتفكر، تفكر في عظمة من خلق هذه الأشياء سبحانه وتعالى. من كل شيء زوجين مثل ما جاء في الشرح. لماذا؟ الحكمة من ذلك قال لعلكم تذكرون، أي تذكرون عظمة الخالق سبحانه وتعالى وكمال إبداعه وصنعه وإيجاده فتفردوه بما هو أهله من ذل وخضوع وعبادة.